السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض عيش التوست بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والنتيجة تحفة. وهنعمله بمكونات بسيطة موجودة كلها عندنا في البيت. شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفة تحفة تحفة. العيش هش وطري وخفيف وفي منتهى الجمال. هتعملي عيش التوست في البيت بطريقة في منتهى الجمال، ريحة وطعم حاجة كده تحفة. العيش هش وخفيف وطري، وهيفضل معاكي فترة طويلة جدا جدا محتفظ بقوامه. انا بقطعه كده معاكم وهو لسه سخن، يعني كان لسه طالع من الفرن، ما سبتوش حتى يبرد ولا يرتاح. وشايفين محتفظ بقوامه ازاي، مش بيبرول ولا اي حاجة، ولونه من جوه ابيض وقوامه تحفة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على اشرف خلق الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف هنعمل التوست القمر الحلو قوي قوي ده ازاي. بسم الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة انا معايا كوباية ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، ولازم اكون اخلى الدقيق ده كويس جدا جدا. هحط عليه ذرة بسيطة جدا من الملح، ومعلقة كبيرة ممسوحة كده من الخميرة الفورية، ومعلقتين كبار من السكر يكونوا ممسوحين. خلاص. وذرة الملح طبعا يعني بتعادل كده، يعني ربع معلقة من الملح، وكمان معلقتين من الزيت، معلقتين صغيرين من الزيت او معلقة كبيرة من الزيت. وبعدين ابدأ ان انا اعجن العجينة دي بمية فترة من الحنفية او حليب. ومفيش مقدار معين للمية، انا بضيف المية شوية بشوية واعجن العجينة حلوة قوي لحد ما توصل معايا وتبقى بالشكل الجميل ده. بغطيها واسيبها تخمر لمدة ربع ساعة بس، يتضاعف حجمها مرة كمان. لو عندك وقت سيبيها نص ساعة. هبدأ ان انا انزل العجينة على الرخامة، بس طبعا مش بنزل التخمير اللي جوه العجينة علشان احتفظ بقوام ناعم للعجينة. خلاص. هجيب قالب التوست اللي انا هسوي فيه وادهنه دهنة كويسة جدا من الزيت، لازم يتغلف بالزيت كويس قوي قوي. وزي ما قلت لكم بحتفظ بقوام العجينة، بحتفظ بالهواء عشان العجينة تبقى حلوة. خلاص. وتبقى وشها ناعم ملساء كده. وبعدين ابدا ان انا امسح الرخامه كده بالفرشه كويس قوي قوي. وبعدين برضو امسح العجينه حاجه بسيطه علشان ما تلزقش معايا في الرخامه. بلاش نحط دقيق عشان ما يعملش فواصل في قلب التوست من جوه. مسحه بسيطه جدا جدا من الزيت. وبعدين ابدا ان انا افرد العجينه كده حاجه بسيطه بايديا، وابدا ان انا الفها رول. والرولات يا جماعه تكون رولات مضغوطه عشان الفراغات تبقى منتظمه جوه عيش التوست. واقفل الطرف كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. حلو قوي، زي طريقه تشكيل عيش الفينو كده. خلاص. واقفل الطرف كويس قوي قوي، والطرف ده بيكون من تحت. هجيب القالب، طبعا انا عامله العجينه على مقاس القالب اصلا. وبعدين هبدا ان انا احط العجينه، وابدا ان انا ابططها كده حاجه بسيطه مش قوي عشان لما تخمر. مش عايزين العجينه تعدي ربع القالب، يعني سمكها كده يبقى ربع القالب يا جماعه، يعني العجينة ما توصلش للنص. خلاص. وببدأ ان انا اغطيها واسيبها تخمر بقى لمدة من نص ساعة لساعة الا ربع لحد ما يتضاعف حجمها وتملى قالب التوست. التسوية المظبوطة لعيش التوست يا جماعة بيدخل على درجة حرارة متوسطة، والفرن بيكون ساخن كويس جدا جدا. وببدأ ان انا احركه كل شوية وهو في الفرن عشان ياخد معايا لون موحد. بياخد من ربع ساعة لتلت ساعة في الفرن. خلاص. ممكن ياخد معاكي اكتر من كده على حسب درجة حرارة الفرن اللي عندك. لازم بقى ان انا اغطيه واسيبه يبرد خالص، ويفضل اصلا ان انا اقطعه بعد 5 ساعات بعد التسوية. لكن انا طبعا عشان مستعجلة وعشان التصوير فبدأت ان انا اشتغل فيه على طول. فقطعته بقى كده للسلايس حلو جدا جدا، وطريقته سهلة وبسيطة والطعم تحفة. شايفين قد ايه الفراغات من جوه منتظمة؟ العيش طري وابيض وفاتح وهش وحلو جدا. اعملوه للسندوتشات الولاد، تحطوه في اللانش بوكس حلو جدا، هيوفر معاكي كتير قوي قوي. او تعمليه في الايام العادية للفطار او للعشاء. حلو وطري وخفيف محتفظ بقوامه مش بيبرول. والنتيجة زي ما انتم شايفين كده. جربوه، مستنية رأيكم فيه. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطريقة الاحتفاظ بعيش التوست تقدري تحطيه في كيس وتحتفظي بيه في الفريزر وتطلعيه على التسخين على طول في الميكرويف، هيبقى تحفة.